الفرانشايز. طب هو الفرانشايز ده علشان يتعمل بيحتاج ايه؟ بيحتاج شخصيه فاهمه يعني ايه مؤسسه. فالشخصيه المؤسسه دي بتحب التخطيط للمدى الطويل وليس المدى القصير. هي اصلا بطبعها كده، بطبعها بتحب التخطيط لللونج تيرم مش للشورت تيرم. هي بتؤمن بقوة النظام مش بالتواجد اليومي. يعني لو البزنس الخاص بيك قايم على الوان مان شو، فبالتالي الفرانشايز بعيد عنه. بتؤمن رابع حاجة بعدم الملكية اللي هو الديليجيشن، تفويض والتسليم. فهل انت لما جيت عايز تعمل فرانشايز، هل انت شخصية اصلا فاهم يعني ايه مؤسسية؟ انا فاهم يعني ايه مؤسسية وعشت فيها وجربتها ونفذتها وشفتها وما اشتغلتش غير في مؤسسات وعندي الباك جراوند القوية في الحتة دي. جميل، يبقى 9 من 10. طب هل انت شخصية تعرف تخطط؟ عندك البلاننج عالي؟ عملت بلاننج قبل كده؟ عارف عناصر البلاننج؟ عارف عناصر التخطيط؟ انا عارف وعملت ومش خدت بس بروجكت بلاننج، لا ده انا كمان مارستها ونفذتها وبعرف اشوف الكذا عنصر طب هل انت شخصيه بتؤمن وفاهم يعني ايه نظام مش تواجد يومي، وعارف تحل اي مشكله بتواجهك في حياتك بالنظام وليس بالتواجد اليومي؟ طب هل انت شخصيه بتعرف تعمل ديليجيشن، بتعرف تفوض، بتعرف تسلم حد وتتاكد ان هو بيطلع نفس النتائج؟ يبقى انت جايب كام من 40؟ يبقى انا جايب 33 من 40. فشوف الشكل التوسع الخاص بالفرانشايز هو مناسب ليا ولا مش مناسب ليا، لان ممكن ببساطه ما يكونش مناسب ليا وانا حافظ مش فاهم. وفي الفرانشايز هتلاقي زي ستاربكس، هي شخصيه قادره على بناء منظمه، شخصيه منظمه قادره ان هي تبني انظمه قابله للتكرار، وبتؤمن بقوه البراند وانتشاره. شخصيه استراتيجيك ومؤسسيه.